السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره اخرى. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحه والعافيه. اليوم ان شاء الله ضمن التحضيرات الرمضانيه غنشارك معكم شباكيه كما كتشاهدوا معايا، كتجي معلكه وفتيه ولذيذه بزاف. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم، وما تنساوش اللايك للفيديو. ندوزو على بركه الله باش تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. على بركه الله. بالنسبه للمكونات اللي كنحتاج، عندنا كيلو ديال الطحين وزلافه ديال اللوز خضر كناخذوه وكنطحنوه حتى كيولي على شكل بودره. بالنسبه لهاد الزلافه هذه فكتوزن كاس ونص ديال العنبه، وعند زلافه ديال الزنجلان بعد ما كناخذوه وكنحمروه وكنطحنوه مزيان حتى كيتلين. وعندنا زلافه ديال الزهر وضعت فيها هنايا شعيرات ديال الزعفران الحر، ما كنستعملوش الزعفران الملون، ما كنستعملوش نهائيا في الشباكيه ديالنا. وعندي زلافه مخلطه بين الزيت البلديه وبين الزبده ومعلقه كبيره ديال القرفه، وكنحتاج 2 معالق ديال الخل. بالنسبه للخل ممكن تستعملوه البيض او الخل الصفر. كنحتاج حبه ديال البيض، معلقه ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره تكون عامره، ومعلقه ديال النافع. من بعد ما كنطحنوهم وكنغربلوهم، وغادي نحتاج قبيصه ديال الملحه وخماره وحده ديال الحلوى. دابا على بركه الله كناخذوا قصعه ديالنا وكنبداو نوضعوا فيها المكونات كاملين، كنخلطوا القوام هو الاول. صافي كنضيفوا القوام ديالنا كامل. هاد العبار هذا اللي عطيتكم البنات ديال كيلو الطحين. الا بغيتو تضاعفوا الكميه فكتضاعفوا هاد المقادير هادو كاملين اللي شاركت معكم. طريقه راه زوينه وعمليه. صافي كنوضعوا العناصر ديالنا كاملين وكنخدموهم حتى كيذوبوا داك الكويرات، ما كيبقاوش نهائيا. هاد الخطوه هذه راه مهمه، ما كتضيفوش الدقيق ديالكم حتى كتخدموا هاد العناصر هادو مزيان ويذوبوا معكم تماما. هنايا وضعنا الخماره مع الدقيق، ما كنضيفوهاش في هاد المرحله هذه، كنخليوها حتى للتالي عاد كنضيفوها مع الطحين. صافي دابا غادي تستمر هكايا حتى كتذوب او كتخدم داك العناصر مزيان، ونرجعوا معكم باش تشوفوا القوام. صافي من بعد ما خدمنا القوام كامل على هذا الشكل هذا حتى كيذوبوا معنا داك الحبيبات ما كيبقاوش نهائيا. دابا غادي نضيفوا كيلو ديال الدقيق، يعني كنضيفوا الكميه ديال الدقيق كامله دقه واحده. صافي وكنبقاو نجمعوا على هذا الشكل هذا. هاد الطريقه هذه راه زوينه بالنسبه كما قلت لكم حتى المبتدئات اللي ما عمرهم داروا الشباكيه غادي يديروها بعينهم مغمضين. يعني هاد المقادير هادو اللي عطيتكم البنات راه مضبوطين، ما كتحتاجوا لا تزيدوا ولا تنقصوا. الشباكيه ديالكم عفوا كتجيكم عبار. صافي حتى كنجمعوا العجين ديالنا على هذا الشكل هذا ونرجع معكم باش تشوفوا القوام اللي خصو يجي عليه. هانتوما كما كتشوفوا حاولت ما نقطعش الفيديو باش تشوفوا الكميه ديال القوام والسوائل يعني اللي درنا هما اللي كيجمعوا لنا كيلو ديال الدقيق تماما. يعني ما كتحتاجوا لا تزيدوا ولا تنقصوا. على هذا الشكل هذا كنستمروا حتى كنجمعوا العجين ديالنا بهذه الطريقه هذه. كنبقاو نلموه تدريجيا ومن بعد ما كنجمعوا العجين ديالنا كما كتعرفوا الشباكيه راه كتبغي الدليك، ضروري تعطيوها حقها، تدلكوها مزيان. يعني كتستمروا في الدليك ديالها حتى كتجمع معكم العجينه. وانتم تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. هانتوما كما كتشوفوا معنا بعد ما دلكات العجينه مزيان، هانتوما شوفوا القوام اللي خصو يكون عليه العجين. العجينه الشباكيه خصها تكون قاصحه ما تكونش رطبه. دابا غادي نقسموا العجين على 5 ديال الكرات وغادي نوضعوهم هنايا في بلاستيكه. ضروري ديروا العجين ديالكم في بلاستيكه. ومباشره كناخذوا اول وحده وكنبداو نسرحوا العجين على هذا الشكل هذا، كنطلقوه مزيان بالدلاك. صافي وكنشكلوها على شكل مسمنه على هذا الشكل كما كتشوفوا. ونفس العمليه كنديروها للعجين كامل. ضروري توضعوهم في بلاستيكه مباشره بعد ما تخدموهم. كتاخذوا بلاستيكه وكتبقاو توضعوا فيهم العجين ديالكم كامل باش كيبقى محافظ على الرطوبه ديالو. هاد الطريقه هذه راه كتساعد العجينه الشباكيه باش كطوع معكم
وكترطب وكتساعدكم في الخدمه. ومن بعد ما كنساليو العجين ديالنا كامل كنوضعوه هنايا في بلاستيكه، وكناخذوا اول قطعه وكنقطعوها على 4، ممكن تقطعوها على 4 ولا على 5 صافي. وكنبقاو نسرحوها هكا بالدلاك على هذا الشكل هذا. يعني قبل ما تدوزوها في الماكينه ضروري تخدموها شويه بالدلاك باش كتساعدكم وكتدوز بسهوله معكم في الماكينه صافي. من بعد ما كنقادو هاد الاشرطه هادو، بالنسبه للماكينه حنايا درناها على النمره 3، كتريقلوها على النمره 3. بالنسبه لهاد التشبيكه هذه كتجي شويه العجينه ديالها قابطه راسها، يعني غليظه شويه ماشي بزاف، ماشي بحال التشبيكه البلديه كتبغي تكون رقيقه صافي. وكنبقاو نشكلوها بالجراره بهذا الشكل هذا. بالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوش يتكموا في الجراره مبتدئات، ممكن يشريو الطابع، راه متوفر دابا بكثره في الاسواق كيتباع، حتى هو عملي كيساعدهم. هانتوما كما كتلاحظوا هاد التشبيكه هذه راه غزاله يا البنات. نحاول ندير معكم واحد الفيديو ونتقلو. هانتوما كما كتشوفوا ما جربتش هاد الفيديو باش تشوفوا التشبيكه كي خصها تكون. كتهزوا وحده وكتحطوا وحده صافي، كتلاقيهم بهذا الشكل هذا. ومن بعد العجينه اللي لتحت كتدخلوها واللي الفوق يعني كتلاقيهم في الوسط، وكتقرصوا مزيان العجينه ديالكم باش ما تسحلش معكم. هانتوما كما كتشاهدوا غادي نزيد معكم وحده، كتهزوا وحده وكتحطوا وحده، من بعد كتلاقيو جوج مع جوج بهذا الشكل هذا، وكتلاقيو العجينه في الوسط وكتقرصوها مزيان باش ما كتسحلش معكم والوقت اللي تكونوا كتقليوها. هاد التشبيكه راه ساهله وغزاله، كتجي فنه، كتجي على شكل باطو. هاد التشبيكه قليل اللي كيعرفها، تشبيكه فاسيه، تشبيكه الظهر فاس. بالنسبه للناس فواسه راه عاد يعرفوها، كتجي غزاله وكتجي الشباكيه ديالها عاطيه النظره. انا كنفضلها على التشبيكه البلديه الصراحه، كتعجبني هذه بزاف. هانتوما كما كتشوفوا بعد ما كنساليو التشباك ديال الشباكيه، هذه هي الكميه اللي كنتحصلوا عليها. دابا على بركه الله غادي ندوزو باش نقليوها. هانتوما كما كتشوفوا معنا خدينا هنايا مقله وكنديروا فيها الزيت، وضروري تخليو الزيت ديالكم يسخن مزيان. عاد كتوضعوا الشباكيه. هاد النقطه هذه راه مهمه باش ما كتحلش معكم. الا وضعتوها في الزيت بارده فكتحل كامله، كتشتت، ما كتبقاش محافظه على الشكل ديالها صافي. على هاد الشكل هذا من بعد ما كتقبط راسها وكتطلع فوق، يعني هي كتشم السخونيه كتطلع الشباكيه ديالنا كتولي بيضه وكتطلع لنا فوق الزيت. من بعد كتنقصوا شويه العافيه وكتبقاو تقلبوها يعني وحده بوحده حتى كتحمر معكم. كتشوفوا اللون ديالها الذهب، عاد كتحيدوها صافي. كنستمروا بحال هكايا حتى كتوجد معنا الشباكيه ديالنا. ومن بعد بطبيعه الحال غادي نعسلوها. هانتوما كما كتشوفوا معنا بعد ما كطيب لنا القليه الاولى مباشره كنوضعوها في العسل. بالنسبه للعسل راه بارده، يعني كتحطوا الشباكيه ديالكم وكتحاولوا عليها باش ما كتهرش معكم نهائيا. حنا راه ما حطيناش الكسور نهائيا. هاد الطريقه هذه راه زوينه يا البنات، كونوا اكيدين الا جربتوها غادي تشكرونا عليها ان شاء الله. صافي كنستمروا بحال هكايا وكنبرك على الشباكيه ديالي غير في الجناب باش كتشرب داك العسل وكتدخل بلا ما كنضغطوا عليها نهائيا. هانتوما كما كتشوفوا معنا ملي كتقرب طيب القليه الثانيه، يعني كتردوا لها البال بدات الشباكيه ديالكم كتحمر صافي، كنبداو نهزوا القليه الاولى من العسل. ما تزربوش عليها نهائيا، خليوها تشرب الكميه ديالها ديال العسل باش كتجي معلكه وكتجي زوينه صافي. وكنستمروا بحال هكايا كنحيدوا الشباكيه ديالنا وكنوضعوها هنايا في كسكاس وكنخليوها كتستقطر، ومباشره كندوزو باش كنزينوها بالزنجلان. وهانتوما معنا ان شاء الله صافي مباشره كندوز باش كنزين الشباكيه ديالي بالزنجلان. هانتوما كما كتشوفوا انا راه كنكثر الزنجلان، حنا ما كنرشوهاش يعني كنزينو حبه بحبه. هانتوما البنات حاولوا تميزوا بين الوجه وبين الظهر ديالها، زينوها على الوجه ديالها كيجي على هذا الشكل هذا على شكل باطو. وبالنسبه للظهر راه كيبان لكم يعني راه كاين الفرق بيناتهم باش ما تقلبوش الشباكيه ديالكم وتبقى محافظه على المنظر ديالها صافي. وكنستمر بحال هكايا حتى كنزين الشباكيه ديالي كامله ونرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوا معايا الشكل النهائي كيفاش كيجي. هانتوما شوفوا معنا الشباكيه ما شاء الله كي جات غزاله. كيلو ديال الطحين كيحط لنا هاد الكميه هذه كامله. هانتوما شوفوا معايا القوام ديالها كيفاش جات، كتجي فتيه ومعلكه ولذيذه لذيذه لذيذه بزاف. كنتمنى حتى نتوما ان شاء الله تعجبكم هاد الطريقه هذه وتولي معتمده عندكم.
وما تبخلوش عليا باللايك لا فيديو. حاولوا تبارطاجيو مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده على الجميع. واللي اول مره كتشاهد القناه ديالي تشترك معايا باش تبقى توصل ديما بالجديد، والعائله ديال القناه تزيد تكبر كتر وكتر ان شاء الله بالفضل ديالكم. وما بقى لي غير نقول لكم بالصحه والراحه في امان الله وحفظه، ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله.